كارثه في العلبه اللي جات لي من دبي دي يا نجوم مصر. تعالوا نفتحها مع بعض واقول لكم انا ليه لابس بدله وانا بفتح العلبه دي بالذات. بالنسبه للخيط اللي طالع من الكم ده مضايقني انا شخصيا، وما تنسوش تقيموا لي الطقميه دي من 10. مش هطول عليكم، تعالوا نفتحها ونشوف فيها ايه، بس انا حاسس ان فيها حاجه هتعجبني قوي يعني. واللي بيتفرج يا نجوم مصر يحاول يخمن ايه اللي في العلبه قبل ما نفتح. البوكس ده مصفحينه ومش مغلفينه، فهنقلع الخاتم عشان نفتح بيه البوكس ده ونعرف فيه وزي إيه. ما انتم شايفين بقى، اجيبها يمين اجيبها شمال مش نافع معاها اي يعني حاجة. من الاخر يا نجوم مصر تغليفه هم شخصيا اراهن ان هم يعرفوا يفتحوها. وهنا الخاتم كان هيبوظ مني فنرجعه مكانه تاني خالص ولا اي حاجه حصلت. قلت انا مصري بقى ومفيش حاجه بتقف قصادي، واحنا المصريين مفيش حاجه بتقف قصادنا، وافتح بايدي عادي زي بقيه المصريين. اتوكلنا على الله برضه، نجيبها يمين نجيبها شمال مش عايزه، لحد اما هوب شلنا بقى البلاستر ده ويلا نفتح. وصح ما تنسوش تتفرجوا للاخر عشان اللي في البوكس ده قطع لي الدولاب في اخر لحظه في الفيديو، فما تخليش حاجه تفوتك لحد اخر ثانيه يا نجم مصر. وعلى فكره بقى النهارده عيد ميلادي ومحدش قال لي كل سنه وانت طيب. قولوا لي كل سنه وانت طيب يا نجوم مصر. عارف ان الاهتمام ما بيطلع